ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معاكم المستشار محمد عادل في برنامج جديد، لا في حلقة جديدة. ما علينا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. متنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، واهم من كل ده انك تكتب لي مشاكلك. يلا نحل المشاكل اللي جات لنا الاسبوع اللي فات ده. مرة رقم اتصل بيا مقتنع ان انا عم رمضان، وعمال يزعلي اني محضرتش فرح ابنه، وانا عمال افهمه ان الرقم غلط وهو مش مستوعب. حصل لي، نقفل التابلت، بروتوكول. حصل لي حاجه شبه كده. راجل، حد يعني صعيدي كده كبير في السن، قال لي ابراهيم الخلفاوي معايا رقم كده مش صح الاسم، ابو لي اسم عشان لو الاسم صح يعني ما اعرفش، ابو الاسم من دماغي. يقول له ابراهيم الخلفاوي معايا، اقول له لا يا حاج النمره غلط والله. امال مين معايا؟ لا ده مش ابراهيم الخلفاوي، في مين معايا؟ اتضايق قوي. قلت له يا حاج انا ما اعرفش، انا مش ابراهيم الخلفاوي، ما اعرفوش يعني. لسه هيزعق تاني. قلت له انت سمعت عن ايه؟ قال لي ايه؟ قلت له انتش، وقفلت في وشه. انا عليا طار. انا حاليا مطلوب من حد في الصعيد يعرف ابراهيم الخلفاوي، فانا خايف جدا. فانا بقدم اعتذار رسمي. انا اسف، ما كانش قصدي. فممكن تعمل كده، تقفل في وشه، ترزع واحده كده، انا انتش في وشه. ده حل المشكله دي، ما تاخدش تدي معايا. انا بعتذر لك عامه. انا انا مش عارف اعمل لك يعني، حقك عليا، كنت بهزر معاك يعني. عدي اليوم، عدي اي مشاكل يعني، خلينا مشاكل بعض. انا كنت في واحده دلوقتي، استنى بس كده. لا التكنولوجيا بقى واللي هيفكروني اوصل بين مشكله ومشكله. لماح. تاني مشكله، مره كنا قاعدين على القهوه، فانا صاحبي بيشجع اتلتيكو الماتش اللي فات ده، والقهوه كلها بتشجع برشلونه اكيد، هو اتلتيكاوي معايا. المهم لما اتلتيكو جاب الجول الوحيد اللي هيص، هو الوحيد اللي هيص في القهوه كلها، بصيت له وقعد يستفزهم. واخر الماتش كنا هنتضرب بس جرينا. يعني ما الحاجات اللي زي كده. بص، اول حل انك تشوف الماتش في البيت، تاني حل انك تحاول تداري، والتالت سجله لوكمان. بس انا كنت بشجع اتلتيكو برضه عشان مش بحب برشلونه ولا بحب اتلتيكو، انا بشجع ريال مدريد اصلا. حل ان انت تشوف الماتش في البيت او تداري، حاول تداري عشان ما تعملش مشاكل، او افرح، خليك دمك خفيف، ما تاخدهاش بقى بتنشنه يعني. يقول لهم ده انتوا تعبانين يا عم، هزر يعني، هزر، ما تاخدش الموضوع جد، كلها كوره في الاخر، كلها كوره مش فارقه يعني. ننبسط 90 دقيقه، 90 دقيقه تخلص نرجع حياتنا عادي. كنت هنسى. كل مرة بروح الجيم الاقي الجهاز عليه اوزان، فبكسل اغيرها، وانا كمان، واللعب بيها والعب بيها وخلاص. فالكابتن يقول لي مش بتشيل اوزان، طب ليه مش بيقول للي قبلي؟ ثانية احاول اترجم. نترجم. دلوقتي انا كشخص رحت التمرين، لقيت حد اتمرن قبلي، فاللي اتمرن قبلي ما شالش الاوزان، تمام، ده انا فاهمه يعني. فانا بكسل اغير بقى او اشيلها واحط حاجتي بلعب بيها. فالكابتن يجي يقول لي انا غالبا يا معلم هو مشترك 3 شهور وانت مشترك شهر واحد، غالبا يعني، عشان كده بيقول لك فاشترك 3 شهور يعني، امرك لله. بس يعني ده اكيد مش ده الحل الاخير يعني. الحل الاخير انك مثلا فكر انك ايه مثلا، انا لازم طلع طبيعي. يا الله بفتكر ده. انك تقول له ما كنتش بلعب هناك، يقول لك انا هشوفك بعيني، تقول لا كنت بظبط بس. الحل انك تقول له، هو يقول لك قول له كنتش بلعب عليه، قول له اللي قبلي هو اللي ما شاليش، انا ماليش دعوه. قول له حد بيلعب معايا وهو خد قبلي، عديها كده. مش هو بيقول لك بيضطهدك، اضطهد انت كمان. كنت مره مع قريبتي، المهم قالت لي تعالي معايا تمرين تنس. المهم رحت معاها، ضربت الكوره في المدربه، وجيت ارد الحبل قمت واقع اتمرمخت، مش عارف ده واحد ولا واحده اللي بيبعت لي يعني. اتمرمخت في الارض والنادي كله اتلم عليا. اعمل ايه؟ بص، هو اللي حصل وتلاقيهم نسيوا. بس زمان وانا صغير في ابتدائي، يعني في طفل عمل حمام، كان يعني مستأذن من الميس ان هو يروح الحمام، قالت له لا استنى، قام هو ما مسكش نفسه وحصل اللي حصل. ف فحابب اقول لك، مش هقول اسمك بس حابب اقول لك ان انا فاكر وما نسيتش. انا فاكر وانت بتعيط، فاكر.
شايلت لك كله هينسى، قالت لك شاورتك عليها قالت له كله ما ينسوا. انا ما نسيتش ولسه فاكر، ولو شفتك هزلك اقول لك فاكر يا ده لما فاكر. استنى، اللي حصل حصل يعني. عامة خلي عندك منتاليتي، او خلي عندك منتاليتي ان اللي حصل حصل ومش هينفع يتغير، عشان دي خلاص انت بتتكلمني في حاجة حصلت في الماضي. اللي بعده، مرة كنت في الكلية، فواحد قاعد جنبي بيقول لي عامل ايه، فقلت له الحمد لله، ففضلنا شويه نتكلم، ففجاه بص لي وقلع الايربودز، كان لابسها في الودن الثانيه، قال لي انت بتكلم نفسك يا صاحبي. تمام. فيعني قمه الاحراج، والله قمه الاحراج. بص عندي حل ليك حلو. هو دلوقتي قال لك مثلا انت انت واقف على يميني فبتكلمني وانا عمال اتكلم في التليفون، بقول اه الحمد لله تمام تمام كويس والله، انت عمال تتكلم معايا، لكن نشوف زي ده كده، فانت تقول لي يا صاحبي انت بتكلمني كده، ردها له. يعني اعمل نفسك مثلا جاهز سماعتك جاهز اي حاجه، قول له ايه بتكلمني مثلا، او امسك مثلا تليفونك بسرعه قول لا كنت بتكلم فاتح سبيكر انت ما سمعتش ولا ايه، اي حاجه. افلت، خرج نفسك بره الموقف ده، ماشي، خرج نفسك بره الموقف. تلبس سماعتك بسرعه، تحط ايدك كده ودنك اللي هو ايه، انت اعمل نفسك بتشيل حاجه، اعمل نفسك بتشيل حاجه انت مش ماسك حاجه، قول له ايه ده انت بتكلمني، انت مش ايدك، بص اعمل كده ايدك انت بتكلمني. ذكاء بقى، اهرب من الموقف، اهرب من المواجهه وبس. كده نكون حلينا مشاكل الاسبوع ده. متنساش تعمل لايك، متنساش تشترك لو الفيديو عجبك، متنساش تستفيد وتكتب مشاكلك. مع السلامه يا جماعه. البس نضارتي.